السلام عليكم شباب وبنات. يتعرض أبناء العراق اليوم لأسوأ هجوم إبادة، وهنا أنا أحب أتوجه لأخوتي المسيحيين برسالة محبة. داعش لا تمثل الإسلام بشيء، والإسلام دين سلام ومحبة، وأمرنا باحترام جميع الأديان والأنبياء والرسالات السماوية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فقد آذاني. والذمي هنا المقصود من عنده أي إنسان صاحب كتاب، وانتو أولهم. وحب أتوجه للشباب صورة عامة بعدة نقاط. أولا، بالنسبة للشباب اللي ساكنين بمناطق أربيل دهوك والأماكن الآمنة اللي قاعد توصلها العوائل النازحة من الموصل، سارعوا ببناء المضايف واستضيفوا أهل الموصل ببيوتكم ومضايفكم، وأعرفكم ما تقصرون. ثانيا، إذا كانت الطرقات آمنة توجهوا بالسيارات وحملوا من العوائل النازحة قبل ما يليل عليهم الليل وينتركون المصيرهم المجهول بالطريق. ويا ريت تتشكل تجمعات شبابية لمثل هذا الأمر، وتخرج كمسيرات باتجاه خط النزوح حاملة الأعلام العراقية ومحملة بالماء والأكل لفك ضائقة النازحين وإيصالهم إلى بر الأمان. وأبسط شيء تقدرون توصلوهم للمطارات يستقبلوهم أهل الجنوب، مطار البصرة ومطار النجف. ثلاثة، العتبات المقدسة فاتحة أبوابها للنازحين المسيحيين، وأكو سيارات تقلهم من المطار النجف إلى سكن المخصص لهم في النجف وكربلاء، أو من مطار البصرة والعشائر بالمحافظات الجنوبية كلها فاتحة مضايفها للنازحين. رابعا، لا حد يعتبر المسيحيين أقلية بالعراق. كلنا اليوم مسيحيين، واللي يتعرض المسيحي العراق كأنما يتعرض الواحد من أهل بيتي. وكثير من عندنا تربى بمدرسة ترعاها الكنيسة، وأنا أولكم ربيت بالحضانة كانت تأكلني الماسيرة، ودخلت بمدرسة موصولة بكنيسة الأرمن، وتربينا بمنطقة أغلبيتها مسيحيين. نعيد وياهم ويعيدون ويانا. ويا محلى أول يوم رمضان لما تجي خالتي أم جورج وتقول: قول لها لوالدتك لا تطبخ فطور اليوم، فطوركم علينا. قل لي شلون ممكن أتخيل طفولتي بدون ما صوت جرس كنيسة مار يوسف يدق بأذاني كل يوم أحد وكل يوم قداس، والشموع اللي كنت أروح أعلقها لمريم العذراء. شلون أنساها؟ وشلون أنسى أصدقاء الطفولة: سيمون، أياد، جوزيف، معا، توني، رافي، عبد المسيح. ويعني بالمفيد اللي يندق بالمسيحيين كأنما دا يندق قطعة من أجسادنا. تحياتي لكم، تحياتي للطيبين، وانتظروا جديدنا.